اخوان هذا المرعود هذا الرئيس ديال السنغال الاخوان كانوا مجموعين اليوم في كينيا. كاين حتى الرئيس ديال فرنسا والرئيس ديال كينيا ورؤساء الوزراء ديال الدول. كاين حتى السي اخنوش حتى هو كاين تما. الاخوان هذا راه اي بلاصه كيمشي لها خاصهم هما يدخلوا ديما كاس افريقيا ديالنا وماشي ديالنا. عطاوه الكلمه الاخوان هو يقول لهم كاس افريقيا ديالنا وربحناه. وغنجيو هنا لكينيا حيت غيلعبوا 2027 كاس مزدوج. كاينين 3 دول غينظموا كاس افريقيا. قال لهم غنجيو نحافظوا على الكاس وباقيين. وشوف دابا راه بالمؤسسات هذا راه دابا رئيس ديال يعني ما احترمش محكمه ما احترمش ما فهمتش انا كيفاش كيفكروا هاد الناس. وشوف عم تمثل عينيه وداير مدورهم بحال هكا ومرقد ليا دوك العينين. وكنا حاضرين هما السنغال. اقسم لك بالله راه عرفتي من هاد من هذوك ما كتسناش كتلقاه كارثه كتلقاه جلاخه. هادو جلايخ اقسم لكم بالله الا هادو جلاخات. وانا كنتاسف انا بالي داك اللوطيل اللي مشاو له في طنجه كل واحد داير له التصويره ديال مو اللور تصويره ديال جداه داير لهم بوستيرات عباد الله بوستيرات كل واحد عاطينو سويت. راه كانوا خاصهم ينعسوا في قيطون هادو. اقسم لكم بالله كنتو خصكم ديروا لهم شي وثاق. وبداو كيضحكوا عليهم تما بعد هذيك تما داك الشيء تما بنادم ما كيقول هادو ما كيفكرش. الرئيس ديال فرنسا وبقى يقول لي الرئيس ديال فرنسا ويقول لي قول انت قول شي حاجه عطيه قول شي بركه راه كاس افريقيا ديالنا بغاو يدوه لينا. هنا ها فهاد اللقطه فاش بدا كيكركر وكيصفقوا تا والله لحلقتو شي كاس افريقيا والله لديتو ان شاء الله باذن الله. تابع الاخوان وديما الجديد. إخواني وأخواتي المشاهدين ومتتبعي قناة ترند المغرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو إخواني أخواتي المشاهدين غتشوفوا الهربة ديال بصح مع جماهير عربية مطلعينها على تصريحات ديال رئيس السنغال حول الكأس الإفريقية ديال 2025 اللي كان في المغرب. بأنه قال بأن الكأس ديالهم فعلا بدون ما يحترم قرار ديال المحكمة. وزادوا كملها الاخواني اخواتي قال لك حتى كاس ديال افريقيا 2027 اللي غيكون في كينيا غيكون من النصيب ديالهم حتى هو. يعني الناس هادو يعني باغيين يديو هذا الكاس باي طريقه يعني ولفوها من البدايه ديال كاس افريقيا 2025 كانت في المغرب. يعني من بعد ما سيطروا داوه يعني دراع يعني ولفوها بغاو يديو حتى 2027 اللي غيكون في كينيا. فيعني تصريحات بصراحه ما فهمتش انا هذه القضيه هذه. يعني مازال معقده ديال 2025 يعني مازال ما خرجاتش محكمه باش تنصف واش تنصف المغرب واش غيبقى لهم هما. يعني الا بقى لهم الكاس ديال 2025 يعني غيزيدوا يتشجعوا وغيطغاو بزاف على كاس اللي غيكون في 2027. فنخليكم مع تصريحات ديال بعض الجماهير العربيه حول هذه القضيه الاخواني اخواتي المشاهدين. النهارده رئيس السنغال طلع بيعتذر لملك المغرب وبيقول لملك المغرب حقك علينا احنا اسفين وبنعتذر لكل المغاربه لو ينفع واللي تتكرموا علينا وتفرجوا عن المواطنين السنغاليين اللي مسجونين في المغرب. وفي المقابل يا جماعه لو انتوا عايزين الكاس وعايزين الميداليات احنا ما عندناش اي مانع وبنقدم اعتذار وقدمنا اعتذار واثنين وثلاثة واحنا محقوقين لكل المواطنين المغاربة. يرضيكوا حاجة تاني؟ رد ملك المغرب او الكلام اللي قاله رئيس السنغال قال لك ملك المغرب رد عليا وقال لي ان حياة كل مواطن مغربي تساوي 100 ميدالية و100 كاس، وان ملك المغرب رفض العفو عن المواطنين السنغاليين اللي ارتكبوا افعال فادحة في المملكة المغربية. المغرب عندهم نظام، عندهم قواعد، عندهم اسس. لو انت مين وابن مين ومن بلد ايه القواعد والقوانين تطبق على الكبير قبل الصغير. وهنا انا دايما بطلع اناشد واقول اتعلموا من المملكة المغربية حاجة، لان الناس دي ماشية على خط مستقيم زي ما الكتاب بيقول. النهارده المدير الفني للمنتخب السنغالي قال لك بالفم المليان ايوه انا بعترف ان انا انسحبت في مباراة المنتخب المغربي والمنتخب السنغالي في نهائي افريقيا.
طبعا الكلام اللي قاله المدير الفني للمنتخب السنغالي ده طالع مع تسريبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم ان قرار المحكمة الرياضية، حط ما بين قوسين محكمة الطقس، اعلنت بشكل رسمي ان المنتخب المغربي هو بطل بطولة افريقيا، وتأييد قرار الاتحاد الافريقي. النهاردة المدير الفني للمنتخب السنغالي بيقول لك ايوه انا انسحبت، انا بالفعل كنت مغادر اللقاء بسبب الظلم التحكيمي. وده طبعا بيتنافى اطلاقا مع التصريحات اللي قال لك انا ما انسحبتش، احنا كنا بندخل غرف الملابس كنا بنهيئ نفسنا للرجوع تاني للقاء. طبعا الكلام ده في غاية الخطورة، وده بيأكد من اول لحظة لما قلنا ان المنتخب المغربي باعد كتير جدا جدا، وان محكمة الطقس قررت بشكل قاطع وواضح وصريح ان اللقب مغربي، ولكن التأخير لتهدئة الامور، لتهدئة الاعصاب. المغرب محدش يعرف يقف ضده طول ما هو على حق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الرئيس السنغالي باسيرو فاي إنه طلب التماسا من ملك المغرب الملك محمد السادس لكي يعفو عن المشاغبين السنغاليين في نهائي الكان، وأضاف أننا حاولنا عبر القنوات الدبلوماسية ووزارة الخارجية وحتى القنوات السياسية للإفراج عن هؤلاء، ولكن كل المحاولات لم تتكلل بنجاح. المشاغبين ديال السنغال اللي تشدونا في المغرب ردوا لينا الكاس ومرحبا، نعطيكم المشاغبين ديالكم ديهم. والله الا الناس ما تيمرقوش بالله السنغالي. اللي كتيطالبوا باش يتم الافراج على دوك اللي تشدوا الجماهير ديالهم اللي تشدات هنا في المغرب. شنو هو الكاس اللي ديتو بعدا؟ ديتو ظلما وعدوانا، واخا يعني المحكمه ديال طاس حكمت لصالح المغرب، يعني باقي الامور معقده، باقي الكاس عند السنغال، يعني حتى حاجه ما باينه. هذا الكاس خصو يرجع للمغرب الا بغيتو بعدا تمشي الامور هي هذيك مزيانه. والله ما تيحشموا بالله هاد الناس هادو، داو كاس ظلما وعدوانا ومازال باغيين الافراج على الجماهير ديالهم. والله ما تيمرقوا. سأجيبك يا فخامة الرئيس عن المغاربة بأن المغرب دولة قانون، ولا يمكن لأحد أن يتدخل في هذا الموضوع، وخاصة أن هؤلاء ارتكبوا جريمة وخطيئة ليس فقط بحق الجماهير المغربية، ولا فقط بحق الشعب المغربي، ولا فقط بحق الكرة المغربية، بل بحق الكرة الأفريقية. إنهم شوهوا سمعة ووسيط وصورة أفضل بطولة في القارة، وكان يجب عليهم أن يدفعوا الثمن. طلبت العفو من ملك المغرب بشأن المشجعين السنغاليين، لكن جميع المحاولات لم تنجح. ده رئيس السنغال بيقول لك تقدمت بطلب لجلالة الملك محمد السادس ربنا يشفيه ويعافيه، ولكن لم تنجح. طب ما هو لازم مش هتنجح، لأن المغاربة يعني اتضربوا في ظهرهم منيكم. يعني لما تبص أكتر ناس حليف استراتيجي مع المغرب وفي علاقات مع المغرب هم السنغاليين. فلما تيجي تضرب حليفك وصديقك وصاحبك واخوك في ظهره، ما لازم يزعل. ثانيا القانون ياخد مجراه، ايا كان الغلط يتحاسب. ثانيا الناس في المغرب عملوا لكم ايه؟ ما عملوش حاجه وحشه، عملوا لكم كل حاجه حلوه، عملوا لافريقيا كل حاجه حلوه. تنظيم على اعلى مستوى، تنظيم اوروبي عالمي، ملاعب مش موجوده في افريقيا كلها. حاولوا يشيلوكم من المستنقع، يحطوكم في حاجات نظيفه كده، حاجات عالميه اوروبيه، يخلوكم زي الاوروبيين كده والعالم كده، واجواء عالميه ما شفتوهاش في بلادكم. لكن انتوا عملتوا ايه؟ كسرتوا ملعب مش موجود في افريقيا. الناس استقبلوكم احسن استقبال وضيفوكم احسن ضيافه وعملوا لكم كل حاجه حلوه. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ لا، اللي غلط يتحاسب. المغرب بلد القانون، ولا حد فوق القانون. وصلت ولا اقول تاني؟ سلام يا اخويا. تنعرف هاد الناس بعدا اللي تيطلبوا العفو، هذا الرئيس ديال السنغال اللي تيطلب العفو من الملك، يعني الجماهير ديالو اللي تشدت، يعني واش سخونيت الراس سخن عليهم الراس غير هكاك وناضوا تيهرسوه.
بالكراسه وتيضربوا في عباد الله غير هكاك دور ما نوع عدوانان وتيخربوا في الملعب، وحنا استقبلناهم كيف باحسن استقبال، رحبنا بهم كضيوف وناضوا عندنا يعني تيهرسوا في الكراسه ويضربوا في الجماهير المغربيه ما خلاو ما خربوا في الاخر يعني بلا حياه بلا حشوم تيطلب العفو، غير اجيو عفو غير هكاك حنا ظلمناهم. والله خصهم اقصى عقوبات بالله لهذوك كاع اللي خربوا الملاعب، خصهم اقصى عقوبات. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كما كنقول لهم اللي كنغبروا كنمشي باش نجيب لكم الجديد. الجديد هذه المره مع بابتياو. يا سيدي بابتياو ما تبقاش تيقوا داكشي اللي كيكون دابا في الانترنيت، راه كيدوروا شي تصريحات ديالو، راه ما كاين لا تصريحات لا والو. بابتياو في اخر تصريح ديالو قال بان الهضره كامله غادي يقولها ان شاء الله نهار الحد مع التسعود، نهار الحد 17 ماي مع التسعود، اليوم اثنين 11 ماي 2026، نهار الحد مع التسعود في القناه السنغاليه يعني راديو تلفزيون السنغال، راه غاد RTS غادي يقول بابتياو الحقيقه كامله. اذا البرنامج سميتو عرين الاسود لونتخ ديال اليوم، وغادي يقول فيه كلشي داكشي اللي وقع من الاول حتى التالي، يعني الكواليس ديال الممرة ديال اللاعبين، الكواليس ديال المستودع الملابس، الكواليس ديال الهضره اللي دارت، شنو وقع بالضبط بلا ديتاي ديتاي. واش هادشي اللي غادي يقول غادي يكون بطبيعه الحال ديك الرقصه ديال الديك المذبوح، ديك الشطحه التاليه من بعد الذبيحه، او لا غادي يقول الحقائق؟ دونك هادشي اللي غادي نشوفو ان شاء الله نهار الحد مع 9 ديال الليل على القناه السنغاليه RTS. وكما قلت لكم دائما نبقاو دائما كونيكتين مع الجديد، انا كنجيب لكم دائما التوشيات الجداد، وهذا الشيء التصريح ديالو، هي التصوير هنا التصريح ديالو بطبيعه الحال اللي حطوه في المواقع ديال التواصل الاجتماعي. اشنو بان لكم في هذه الخبيره هذه الجديده اللي غادي يقول بابياو؟ واش فيها شي حاجه جديده ولا اخبار في راسكم؟ اخواني اخواتي المشاهدين، حتى لنا وصلنا لنهايه الفيديو، ما تنسونيش باللايك الفيديو، شي تعليق زوين الاخوان شنو بان لكم في التصريحات هادو ديال الرئيس السنغال. الاخواني اخواتي المشاهدين خليوها لي في التعليق. الناس اللي ما متابعينش القناه ديروا ابوني اخوان، فضل منكم وليس امر، وتشجيع وتحفيز منكم، والى فيديو اخر ان شاء الله.